السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. نرحب بكم كاملين حتى بالناس اللي أول مرة يشوفوا قناتي. إن شاء الله يعجبكم المحتوى تاعي ويعجبكم الوصفات وتشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة مسكوتشو ناجحة اللي تقدروا تعتمدوها حتى كمشروع كما على بالكم، ولات بزاف مطلوبة في المناسبات الصغيرة وحتى في الأعراس. بعد بسم الله نبداو الوصفة. لهنا في غيسيبيون حطيت 4 حبات بيض كما راكم تشوفوا، والأحسن يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يعني تجبدوهم من الفريجيدير قبل ما تخدموا بيهم. زدت لهم قرصة ملح وجبت الباتوغ راح نبدا نطلع فيهم. انا استعملت في هذه الوصفه 4 حبات بيض على حساب المول اللي راني رايحه ندير فيه واللي دوك تشوفوه معايا، ونقيس لكم القطر تاعو، يعني العدد تاع البيض يحددوه لكم الحجم تاع المول اللي راكو حابين ديروا، يا اما تنقصوا يا اما تزيدوا. ضربت مليح البيض حتى ولا عندي خليط بيض كيما راهو يبان لكم، ودار هذه الرغوه يعني ضعف الحجم تاعو. راح نجيب السكر ونزيدهوله. الكمية تاع السكر نورمالمون في 4 حبات بيض نديرو حتى الكاس ونص، بصح الا كنتو رايحين ديكوريو الكيكة تاعكم بحاجة حلوة كيما المعجون شوكولا تارتيني، من الأحسن تنقصوا شوية هكا باش يجيكم قيس قيس وما يجيكمش زايد حلاوة. زدت السكر كامل على ضربة، وقبل ما نكمل نزيد كامل المكونات الباقيين راح نزيد نطلع البيض بالباتور. شوفوا نمدلكم قاعدة، اي حاجة تكون لاباس تاعها البيض الا حبيتوها تجي خفيفة لازم البيض تاعكم يطلع مليح، يعني قد ما تطلعوه مليح ويولي اوناج راح تجيكم هذيك الحاجة خفيفة، كوسسوا مسكوتشو ولا جينواز ولا اي نوع تاع كيك. ونفس الشي مع حاجة العجين، بريوش، خبز، بيتزا، اي حاجة تحبوها تجيكم طرية وخفيفة. العجينة تاعها ما لازمش تكون يابسة، يعني تكون طرية. هذا هو الخليط بعد ما طلعت البيض مليح. شوفوا لا كولور تاعو كيفاش تتبدل، يولي رايح الابيض ويزيد يثقل شويه. نجيب الزيت ونزيدها له. نفس الكاس اللي كيلت به السكر راح نكمل نكيل به واش بقى مكونات. برك لهنا في الزيت كيما شفتوا نقصت شويه، نقصت تقريبا ربع تاع الكاس هكا باش ما يجينيش المسكوتشو يتفتت. دايما نقول لكم كي تزيدوه في اي خليط زيدوه على مراحل، ماشي كيما المكونات الاخرى نقدروا نزيدوهم على ضربه. هو من الاحسن تزيدوا غير بالعقل وفي نفس الوقت راكو تخلطوا. مور الزيت راح نزيد الكاس تاع الحليب، وهكا نكون كملت مع السوائل، ونبدا نزيد في النواشف اللي هي لافاني، الخميره والفارينه. مغرف صغيره تاع لافاني وزدت 2 باكيات كاملين تاع الخميره يعني 20 غرام، وراح نكمل بالفارينه. ونسيت ما قلت لكمش بالنسبه للحليب انا نديرو ديراكتومون، ما نسخنو ما نغليه، يعني هذه المرحله ما نشوفهاش ضروريه باش تنجح الوصفه. دائما ندير بهذه الطريقه والحمد لله جامي كان عندي مشكل في المسكوتشو. لهنا كنت ديجا بديت نزيد في الفارينة وكيلتها بنفس الكاس اللي استعملته في الأول كما قلت لكم. درت 2 كيسان، والكاس الثالث راح نبدا نزيد فيه غير بالعقل، ما على باليش شحال راح يديلي منه. كما على بالكم كاين نوع تاع فارينة اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش، وباش تعرفوا بلي الخليط تاعكم راهو مخصوص فارينة ولا لا شكلوا به رقم 8 كما راني ندير. الا شفتوه ما تكتبش مليح يعني غير تحطوه يولي ما يبانش، اعرفوا بلي الخليط تاعكم راهي خاصاتو شويه فارينة. قلتلكم شحال بقالي من الكاس الثالث، غير شوية، يعني تقدروا تقولوا تقريبا استعملت 3 كيسان. كي كملت وجدت الخليط جبت هذا المول اللي الأغلبية عندنا منه ديجا راهو يبان بلي راهو قديم بزاف تعوج كامل. درتلو شوية زبدة وزدتلو شوية فارينة من الفوق وراح نفرغ فيه الخليط. بالنسبة للمول أنا هذا فيه 24 سنتيمتر، يعني شوية كبير، على بها درت 4 حبات بيض اللي كانوا كبار. وانتوما كما قلت لكم البيض على حساب المول اللي راكو رايحين ديروه، تقدروا تزيدوا كما تقدروا تنقصوا. دخلتها الطيب على 180 درجة. كي شفتها تنفخت مليح وبدات تحمر لي من الفوق جبت الموس ولا جيبو كيغدون دخلوه لها. الى خرج ناشف معناتها راهي طايبة، والى خرج فيه العجين معناتها راهي مخصوصة طيب. زيدو خلوها شوية. كانت مازالت سخونة كي ديموليتها وتنحات بالخف باسكو درنا الزبدة وزدنا الفارينة، وشوفوا شحال جات خفيفة. صدقوني جات كيما الجينواز باسكو طلعت لها البيض مليح. انا هذا المسكوتو درتها للدار، يعني غير حنا راح نشربو بها قهوه. سي بوغ سا زينتها غير بواش كان عندي، دهنتها بالمعجون تاع المشماش. راح نزيد لها شويه كاوكاو اللي كان محمص ومرحي، وباش نكسر لها اللون ويولي المنظر تاعها شباب درت لها هذو الحبات تاع لي سوريس كونفي. التزيين دائما يبقى اختياري على حساب واش عندكم وعلى حساب الذوق تاعكم، والا بعتوها اكيد راح تكون على حساب واش يطلب الزبون وعلى حساب الميزانيه نتاعو. راح نقسمها معاكم باش تشوفوها من الداخل، جات بزاف خفيفة وفي نفس الوقت راهي شادة روحها وما راهيش تتفتت. هكا نقدروا نقولوا بلي الوصفة ناجحة والمسكوتشو راهي ناجحة 100%. هذه كانت الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. الى عندكم اي سؤال خلوه لي في التعليقات، وقبل ما تروحوا نفكركم باش تشتركوا في القناة اذا ما كوش مشتركين باش يوصلكم اشعار كي نحط وصفة جديدة.